برضه مفيش فايده. برضه مفيش فايده في جمهور الزمالك، بعض جمهور الزمالك والاداره برضه مفيش فايده. وصلنا لمرحله ان الراجل طلع زيزو امبارح مع ابراهيم فايق، طلعوا واتكلموا وشرحوا اللي حصل مع زيزو فتره السنه اللي فاتت دي كلها. ورجعنا بالتاريخ لورا كده شويه وسرد حصل ايه مع الصفقات اللي جات له، مع العروضات اللي جات له، وقعد يتكلم 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 يتكلم. والواضح في الاخر ان هم برضو مش قادرين يستوعبوا ان هو اتاخد من قلب نادي الزمالك وراح دايركت على النادي الاهلي فري. بمعنى ان انت لو انت كاداره بقى وكلعيب وعايزين مصلحه نادي الزمالك، والاداره عندها تقدر تاخد قرارات، كانت اقل واجب تبيع زيزو وتاخد فيه فلوس كويسه وتعمل فريق، ومش مشكله سافر بره ورجع تاني على النادي الاهلي. النادي الاهلي اللي عمل لكم مشاكل في حياتكم. طب هقول لك على حاجه. امبارح في خلال ساعه ولا ساعتين جايب فوق 16 مليون فيو. كل المنصات بتاعت السوشيال ميديا ما بتتكلمش الا على زيزو. فلوس دخلت اللي هم ال 100 مليون اللي هياخدهم زيزو من النادي الاهلي. وهتفق معاك ان الرقم ده صح، اللي هو كان طالبه من نادي الزمالك. طب انت ادام عندك واحد زي زيزو ده مش عارف تسوقه، ولا عارف تعمل له اعلانات، ولا عارف تجيب المبلغ اللي هو عايزه، ليه؟ انا عايز كل واحد زملكاوي يسأل نفسه كده، اشمعنى النادي الاهلي لما عمل صفقة زيزو دخل الفلوس دي كلها، وانا اساسا زيزو ده كان عندي وانا مش عارف اسوقه ومش عارف اعمل اعلانات؟ ده معناه ايه؟ ان الجماهيرية للنادي الاهلي اذا كانت في مصر ولا في الشرق الاوسط ولا في افريقيا اعلى كتير من نادي الزمالك. فهو نادي الزمالك لازم عشان خاطر يبتدي يعمل فرقة كويسة لازم يعرف هو فين من النادي الاهلي. ما تنطحش مع النادي الاهلي تبقى راس براس. الكلام ده هيزعل ناس زملكاويه كتير، الكلام ده هيخلي ناس تطلع تقعد تشتم فينا كاهلاويه عشان احنا بنيجي على الجرح كتير. ما هو غصب عنهم، واحنا خلاص هنعمل ايه؟ طيب ما هي الفكره كلها اللي احنا عايزين نوصل لهم ان هو زيزو طلع من الزمالك راح الاهلي في الفلوس اللي اتدفعت في زيزو من اعلان واحد بس، ولا ان هو اعلن ان هو دخل النادي الاهلي وهيلعب كاس عالم عمل المبلغ ده، واذا ما كانش بزياده كمان فوق ال 100 150 مليون. يعني طيب انت يا نادي الزمالك ما تعرفش ليه ادام انت بتعمل نجوم وبتعمل لعيبه وبتعمل اساطير وبتعمل. طب شيكابالا ما بيدخلكش فلوس ليه؟ شيكابالا بياخد منك فلوس بس. انا عايز افهم ده بيرجع لايه؟ بيرجع للجماهيريه، ان احنا شعبيتنا وجماهيريتنا اكتر من نادي الزمالك. هو ده الفرق. هو ده الفرق اللي لازم كل واحد زملكاوي يحط راسه في عقله ويفهم ان هو الموضوع مش موضوع مناطحه. وفي نفس الوقت انا شايف برضو سبب من اسباب ان اللعيبه مش عايزه تقعد في نادي الزمالك لما يطلع واحد زي حسين لبيب ده يطلع يتكلم مع لميس الحديدي ويقول لك انا هاخد اللعيبه وما تخلينيش اخد لعيبه. يا ريس اتكلم على قدك. ما انت لما تعرف انت فين وتعرف انت يعني المفروض تتعامل ازاي مع اللعيبه وتتعامل ازاي مع النادي الاهلي، مش هتوصل للمرحله دي. تخلي الكابتن محمود الخطيب يعني مع حسين لبيب ياخده من قلبه، خده من قلبه. ندمه على اليوم اللي هو طلع فيه قال الكلمتين دول. طيب هنرجع لبيراميدز. ماتش بيراميدز، انتوا شايفين ان النادي بيراميدز لعب بربع امكانياته في ماتش الكاس مع نادي الزمالك؟ حتى لو زيزو كان مع نادي الزمالك برضه ما لعبش بربع اللي بيعمله في افريقيا وبيلعب فيه قدام الاهلي. عاملين توأمة مع بيراميدز دلوقتي، ربنا يهنيكم ببعض. بس النادي الاهلي ما بيعملش توأمة مع حد. النادي الاهلي عنده خط ماشي عليه، وانتوا شايفين النتائج اهو. قاعدين مبسوطين، بطولات، فلوس داخله للعيبه، اعلانات، تيشيرتات جديده. عايزين ايه تاني اكتر من كده؟ انا عايز بس كل واحد زملكاوي وبالادب وبالاحترام انت اعرف ناديك فين ومستواه ايه. ده مش غلط ولا عيب. وابتدي ابني فرقه، وابتدي يشتري لعيبه، وابتدي يطلع ناشئين.
على اساس في الاخر توصل لمرحله انك تبتدي تنافس على بطولات. ما تقوليش كاس مصر، كاس مصر ما هو الموضوع كانت تمثيليه واضحه والدنيا باينه خالص يعني. على العموم احنا قاعدين مستنيين هنتفرج على النادي الاهلي، وان شاء الله نفرح بالنادي الاهلي اللي بيبصر مصر غصب عن عين اي حد. غصب عن عين اي حد النادي الاهلي بيمثل مصر. عايز تشجعه يا ريت، ما حدش يعني مش عايز يشجع ما تشجعش. يعني احنا مش مستنيين تشجيعك. هو النادي الاهلي بابنائه يسد عين الشمس. سلام.